يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه الجمال والحلاوة ده. هنعمل النهاردة طاقية السلطان يا جماعة بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة جدا جدا، وشايفين شكلها طرية جدا وطعمها حلو. بس انا هقول لكم رأيي بصراحة في اخر الفيديو. ماشي، بصوا شكلها حلو قوي يعني. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه لبن دافي، ربع كوبايه زيت، 5 معالق سكر، معلقتين صغيرين خميره فوريه، وبياض بيضه. وهناخد الصفار ده هنستعمله في دلوقتي. ماشي، هنحط بياض بيضه، وطبعا طالما حطينا بيضه هنحط فانيليا. هنحط كمان معلقة خل ونقلب بقى كل السوائل كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل ب3 كوبايات وربع دقيق ورشة بسيطة ملح. وبعد كده بقى نعجن بالطريقة العادية بتاعتنا. نعجن كويس جدا يا بنات، انتوا وحشتوني جدا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الساقعة دي؟ الساقعة دي عايزة بقى تشغيل الفرن، ونشغل الفرن ونعمل كده، نعمل حاجات حلوة زي كده. بصوا هنا يا جماعة، المقادير دي خدت معايا 4 كوبايات دقيق بالظبط. خدت 4. بعد ما عجنتها كويس كده ما تكونش بتلزق ولا أي حاجة، هنقسم العجينة على 2. النص ده هنحط عليه معلقتين كبار كاكاو خام أسباني، وبعد كده هننزل بمعلقة زبدة كبيرة ونعجن كويس لحد، طبعا طالما حطينا كاكاو بتبقى العجينة محتاجة ان هي زبدة وكده. بس هو ده شكلها. وكمان هنحط على العجينة البيضة هنحط عليها معلقة زبدة كمان، ونعجن برضو لحد ما الزبدة تختفي تماما وتتكون معانا عجينة كده زي ما انتوا شايفين. شكلها حلو ومش بتلزق ابدا في الايد. هنغطيها بقى ونسيبها حوالي نص ساعة بحيث ان حجمها يتضاعف. بعد كده بقى نرش دقيق فوق وتحت، وبعد كده هنفرد على هيئة مستطيل. نفردها كويس كده. العجينة طرية جدا ولينة جدا وبتتفرد معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين. وهنفردها بسمك مثلا حوالي 1 سنتي. اهم حاجة يكون شكل المستطيل بتاعنا كويس، يعني لو مش مظبوط بالنشابة يعني افرديه بايدك. يعني بعد ما تفرديه بالنشابة اظبطيه بايدك بقى على هيئة مستطيل، يعني زي ما احنا بنعمل كده. بس كده هشيل بقى العجينة البيضة ونجيب بقى العجينة اللي هي بالشوكولاتة، وهنحط برضو من فوق ومن تحت دقيق ونفرد برضو على هيئة مستطيل. انا هقول لكم رأيي بصراحة بصراحة يعني في اخر الفيديو. هي عاملة زي البريوش كده يا بنات، بس يعني ايه، هقول لكم حاجة بس في اخر الفيديو. استنوا بس، لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. نفرد بقى بالطريقة برضو بنفس الطريقة وبنفس الحجم اللي احنا فردنا بيه العجينة البيضة، وتكون برضو على هيئة مستطيل. هنشيلها على جنب ونجيب العجينة البيضة ونفردها ونظبطها على هيئة مستطيل كده مظبوط. وبعد كده هنجيب العجينة اللي بالشوكولاتة ونحطهم فوق بعض كده زي ما انتوا شايفين. ايوه كده، نفردهم كويس ونظبطهم بالنشابة. واهم حاجة الاتنين يكونوا في يعني نفس المستوى بالظبط. تمام. انا هنا بقى هحط نوتيلا. لو انت عندك شوكولاته خام حطي، عندك شوكولاته اي نوع شوكولاته عندك بتحبيه، دي نوتيلا بالبندق. تمام. وبعد كده هنلف بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى نلف لغايه نصها كده ونسيب النص التاني. هنعمله كده شرط كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه. ايوه كده. ايوه سهله جدا وبسيطه ومش محتاجه حاجه ومخدتش مننا وقت يعني. خلاص بعد بقى كده بنلفها كده. ايوه بالشكل ده كده عشان نجيب الشكل اللي انتوا عارفينه بتاع طاقية السلطان. طبعا اخر واحدة في الدنيا تعملها يعني كالعادة، بس انا يعني حبيت ان انا اشوف كل الخبرات وهقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة والله في اخر الفيديو بجد. انا مش عارفة يعني في الفيديو ده وانا الخميرة بتاعتي كانت بايظة ولا ايه، بس مش عارفة في ايه السبب يعني. بس ونلفها كده. بعد كده هنجيب بقى صينية مدهونة زبدة. اي صينية عندك، اي حل، اي حاجة يعني، مش لازم صينية يعني. بس ونسيبها كده ونلفها ونسيبها تخمر برضو لحد ما يتضاعف حجمها زي كده. اجيب بقى صفار البيضة اللي احنا شلناه في اول الفيديو واحط عليه معلقة لبن وشوية فانيليا ونقلبهم كويس، وهندهن الوش بتاعها. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180، مش هنولع الشواية ابدا. وهنسيبها لحد مدة 25 او من 25 ل35 دقيقة. واختبريها بالسكينة. اول ما تطلع معانا معلقتين زبدة كده سايحين وندهن الوش بتاعها ونغطيها برضو شوية كمان. بعد كده بنقلبها، بتتقلب معانا بمنتهى السهولة. شايفين شكلها وجمالها وحلاوتها حلوة جدا.
بس أنا عايزة أقول بصراحة إن هي يعني عايزة تزود الشوكولاتة جوه جدا، يعني عايزة تكون كمية الشوكولاتة كبيرة جوه علشان طعمها يكون حلو، وكمان عايزة كمان يتحط لها نوتيلا بصراحة. يعني هي مش حلوة ابدا من غير النوتيلا، يعني هي حلوة بالنوتيلا، من غير النوتيلا تعتبر ان انت بتاكلي زي بريوش كده، بس يعني بريوش عادي جدا، بس هي حلاوتها كلها في النوتيلا. طرية جدا، طعمها حلو قوي، يعني سادة، طعمها عامل زي ما قلت لكم، طعمها عامل زي البريوش العادي اللي احنا بنعمله. بس فأنا يعني بصوا طعمها حلو، بصوا الرقات يا جماعة شكلها جميل جدا وطعمها حلو قوي بس بالنوتيلا، يعني طعمها حلو بالنوتيلا، من غير النوتيلا طعمها عادي جدا. بس انا جبت هنا النوتيلا لان انا كلتها كده من غير النوتيلا، حسيت ان طعمها عادي يعني، مش حاجه مسكره يعني، والشوكولاته اللي انا حطيتها، النوتيلا اللي حطيتها مش باينه جوه يعني. عايزه يتحط لها كميه شوكولاته كبيره، طعمها حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم.